التليفون السيد محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك امبارح كنت مشارك في اجتماع السيد الرئيس مع رؤساء الأحزاب واللي اختتم جولته الثانية النهارده. كنت عايزة أسأل حضرتك كواليس الاجتماع إيه وإيه أهم القرارات اللي صدرت خلال هذا الاجتماع؟ طبعا سيادة الرئيس بدأ الاجتماع امبارح ان هو قال ان هذا الاجتماع مع رؤساء الاحزاب لم يكن متاخرا، ولكن هو ادى فرصه لي ولينا كرؤساء احزاب ان يكون في جلسه بعد شهور من العمل للتقييم وللتباحث عن ما قام به الرئيس خلال الفتره الماضيه. الرئيس اكد او اقسم كمان ان الانتخابات القادمه ستكون نزيهه. قال ان هو لا ينتمي لاي حزب سياسي ولا ينتمي لحزب سياسي، ودي اشاره قويه جدا ان هو لا يؤسس لنظام، لا يؤسس لدوله لكن يؤسس لنظام. كده ان هو سيدعم الشباب وسيعلن رسميا انه مفيش حزب حاكم، بمعنى مفيش حزب حاكم، مفيش حزب وطني تاني، مفيش حزب وطني تاني. وهو الشعب المصري كله هيكون ظهير الرئيس السيسي دلوقتي وان شاء الله لغايه اخر الفتره. الرئيس اتكلم على ان هو هيدعم الشباب بشكل رسمي وهيكون مع الشباب وهيقول ده في الاعلام، لان محتاجين الشعب المصري ياخد الخطوه دي ويكون متصدر او يكون بيشارك في القرارات الحاسمه في الحياه السياسيه. نعم. الرئيس اتكلم وقال ان هو يمتلك رؤيه دينيه جديده قائمه على دراسه وعلى فكر وعلم، وبيدعو كل الاحزاب السياسيه وكل الناس ان هم يبداوا يساعدوه في ده. يعني ختم كلامه ان هو يا ريت يكون في قائمه واحده قوميه وطنيه تقدر ننتقي فيها كاحزاب افضل الشخصيات اللي ممكن تقود البرلمان القادم، لانها تواجه ثوره تشريعيه ان شاء الله تكون مفتاح البلد. ان شاء الله. وطبعا اكيد هو الرؤيه الاسلاميه اللي بيتكلم عنها دي رؤيه اسلام وسطي، يعني لا خلاف على ذلك. استاذ محمد، سؤال حلقتنا النهارده واللي عايزه اطرحه على حضرتك، ازاي حضرتك شايف ان احنا نقدر نقف في وش الاخوان من دخول البرلمان مره ثانيه؟ التجرد وحب الوطن واعلاء مصلحه الوطن العليا، وما يبقاش فيه محافظه، ما يبقاش فيه كل واحد بيدور على نفسه بحس الاكبر. بالشكل ده هيبقى فيه اكثر من قائمه واكثر من مرشح في الدائره، فهيحصل تفتيت للاصوات المدنيه والوطنيه، فهيكون تيار الاخوان المسلمين هو اللي هيكسب، لان دي خلاص دي درس وتعلمناه في 2012 في الانتخابات الرئاسيه وفي البرلمان. وتفتت القوى المدنيه كل واحد بيبص لنفسه بيؤدي الى ان الكتله الاسلاميه الموحده هي اللي تركب الانتخابات. بالظبط كده. وزي ما كلنا عارفين ان الاخوان في الثمانينات دخلوا تحت مسميات احزاب مدنيه وتحت ستار احزاب اخرى، وفي التحالف الوطني بعد 25 يناير دخل معاهم في البدايه 42 حزب، نقوا منهم 12، وبعد كده في احزاب اشتركت معاهم رغم انهم الاحزاب دي في البدايه كانت بتزعم انها ضد ايديولوجيه الاخوان. عايزين نحاول ان احنا نتجنب كل ده في البرلمان المقبل علشان نمنعهم ونقف في وشهم ان هم ما يكونش ليهم سلطه ولا سلطان على البلد مره ثانيه. استاذ محمد بدر رئيس حزب مستقبل وطن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.